مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا في حلقه جديده وبرنامجكم سلسله مفاتيح. ضيف حلقتنا النهارده هو استاذ جامعي وكاتب صحفي ومفكر ومحلل سياسي وايضا شاعر، له العديد من المقالات والتحليلات السياسيه في كبريات الصحف المصريه والعالميه، وله ايضا العديد من المؤلفات العلميه لانه اسرى المكتبه العربيه باكثر من 20 كتاب. فهو خبير في الشؤون السياسيه للشرق الاوسط وايضا قضايا الصراع العربي الاسرائيلي. ضيف حلقتنا النهارده هو عميد كليه التجاره جامعة السويس سابقا، ويشغل حاليا منصب عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس، بالإضافة لعضويته للعديد من المجالس والهيئات العلمية والأكاديمية والقومية. فهو عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة العلوم السياسية، وهو عضو المجلس الأعلى للجامعات قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية، وهو منسق عام لجنة العلوم السياسية بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. ضيف حلقتنا النهارده حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية، وتم تكريمه مؤخرا من قبل وزارة الثقافة. معنا ومعاكم في حلقتنا النهارده من برنامجكم سلسلة مفاتيح الكاتب والمفكر والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي والأكاديمي الأستاذ الدكتور جمال سلامة. أهلا بيك معنا يا دكتور أهلا جمال. بحضرتك. منورنا ببرنامجنا سلسله مفاتيح ومنور مسبيرو. الله يخليك، شكرا. احنا هنتكلم بقى في البرنامج ده بعيدا عن السياسه، الجمهور هيشوفوك بشكل جديد بتتكلم عن مفاتيحك الشخصيه، حياتك الشخصيه، لكن لن نتطرق الى السياسه مطلقا رغم ان هي مجالك المهني ومجال كتاباتك ايضا. هي تبقى حاجه مريحه بالفعل ان انا ابتعد شويه عن السياسه. اهلا بحضرتك. احنا هنعتبر ان حضرتك صندوق مغلق، هنحاول نعرفك للمشاهد بشكل جديد. هنتكلم عن مفتاح النجاح، مفتاح الشهره، مفتاح الامل، مفتاح التفاؤل، مفتاح الحلم، مفتاح القلب، مفتاح الابداع، مفاتيح تانية كتير. تسمح لنا؟ اتفضل. اول مفتاح معانا هو مفتاح الطفوله والذكريات. عايزين نتعرف على حضرتك بشكل تاني، لو رجعنا بذاكره حضرتك لورا كده وتفتكر كده ذكريات طفولتك. انا عارفه ان الوالد توفى في مرحله مبكره من عمر حضرتك، كان عندك 6 سنوات، والوالده هي اللي قامت بدور الاب والام مع بعض. كلمني كده عن ذكريات مرحله الطفوله ومفتاح الطفوله في سلسله مفاتيح الاستاذ الدكتور جمال سلام. طبعا يعني أنا نشأت في أسرة متوسطة، يعني ممكن نعتبرها أسرة ميسورة أو مسطورة في هذا الصدد، في وسط أسرة يعني عدد أفرادنا كان يعني بالمقاييس الحالية هو كبير نسبيا، لكن بالمقاييس الفترة اللي نشأت فيها يعني احنا كنا خمس أولاد و3 بنات كانت الأم. وبعد كده زي ما انت قلتي نشأت يعني تعتبر نشأة يتيم، لأن الوالد توفى وأنا سني من 6-7 سنوات في هذه الفترة. أثر فقد الوالد على حضرتك في السن المبكرة دي من عمرك كان إيه يا دكتور؟ بالطبع يعني هو شعور أي طفل بيشعر بالحزن، بيشعر بالحرمان، كل هذه الفترات، ولا سيما يعني كان الوالد يعني توفى بشكل فجائي، لم يكن مريضا، هو مات بأزمة قلبية وهو لم يكن يبلغ 50 من عمره، ووالدتي أيضا لم تكن تبلغ 40 من عمرها، فبالتالي أسرة في الظروف العادية، فده كان أمر فجائي. فبالتالي حضرتك كان ترتيبك إيه وسط إخواتك؟ كنت الكبير الوسطاني؟ أنا قبل الأخير. قبل الأخير، في طبعا أيوة. في كلهم أكبر مني، لكن كنت قبل الأخير في ممكن أقول هنا أنا كنت محظوظ برضه، لأن يعني النصح والإرشاد والتوجيه كنت بتحظى بيهم من قبل إخواتك. بالطبع يعني الأخ الأكبر قام بدور الوالد، هو في طبيعة الأسر المصرية الأخ الأكبر هو بيتولى المسؤولية، يعني بتلاقي فيه حسم الوالد، وبتلاقي فيه يعني قدرته على اتخاذ القرار، برغم من إنه طبعا هو نفسه كان شاب أيضا، كان في السنوات النهائية في الجامعة، كان مهندس، اتخرج مهندس من كلية الفنون الجميلة قسم عمارة، وهو كان مهندس بارع في ذلك الوقت، وهو تولى يعني هذه المسؤولية، لكن مسؤولية الحسم أو مسؤولية إدارة العمل، لكن مسؤولية النشأة ومسؤولية التنشئة والتربية هي دور الأم والحكمة والحنان والرحمة، كل هذه بالفعل طبعا أنا أدين بفضل لأمي رحمها الله تعالى.
الأستاذ الدكتور جمال سلامة عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس، نيجي المفتاح الدراسة. هذه النشأة اللي حضرتك قلت لنا حكيت لنا عليها، عايز أعرف بقى توجهك للدراسة بعد كده، فكرت تدخل كلية إيه؟ هو هقول لحضرتك حاجه، يعني حسب الفتره اللي انا كنت علمي وكنت اتمنى ان انا اكون ادبي، على اساس ان انا هي دي دراساتي وقراءاتي كلها. لكن طبيعه العمل، يعني انا قلت لك ان احنا يعني الوالد توفى واحنا صغار، وكان لازم ان احنا ندير العمل. هو كان بيعمل في قطاع في مجال مقاولات، فكان لازم ان هذا العمل يستمر حتى يمكن ان نقتاد. فبالتالي كان هذا الاتجاه، اتجاه الاخ واتجاه الاسره كلها، اتجاه ان احنا يعني كلنا نخش في هذا المجال، مجال الهندسه او مجال كل هذه الامور. لكن انا كنت اتمنى ان انا اخش ادبي، فده يعني سبب لي برضه، يعني ما كانش القرار بايدي في ذلك الوقت، لكن كان هل ممكن استشف ان حضرتك كنت عايز تتخصص في القسم الادبي في الثانويه العامه، لان كان عندك ميول ادبيه؟ نعم. كنت قارئ نهم، وكنت يعني الكتاب زي ما بيقولوا ما كانش بيفارق ايدك، لا، وكان سور الازبكيه ده بالنسبه لك هو ده المعين اللي بتنهل منه علشان تقرا في كافه مجالات الثقافات المختلفه. نعم بالفعل، يعني حتى ما قبل مرحله الثانويه، وكنا في مرحله الطفوله، مرحله وانا في ابتدائي او في اعدادي او ثانوي، كانت القراءات هي القراءات الادبيه اللي كانت بتستهويني. يعني كنت على يعني سواء التاريخ هو كان يعتبر هو المغناطيس الذي كان يجذبني. كنت قارئ نهم للتاريخ، وكنت حتى منذ فتره اعدادي تقريبا، يعني اللغه العربيه، الشعر، طبعا كان معيار تفوقنا واحنا اطفال او بين اقراني واحنا في فتره الدراسه، معيار تفوق اي تلميذ فينا او اي طالب فينا هو تفوقه في اللغه العربيه. ما كانش رياضيات ولا كانت وكنا حتى لو كنت في القسم العلمي برضه اللغه العربيه. كان في القسم العلمي، يعني حتى معظم اللي هم كانوا بينافسوني وكانوا متفوقين عليا في اللغه العربيه دخلوا علمي برضه، ما دخلوش ادب. كنا تقريبا يعني نتبارى في اعراب الجمل وآيات القرآن الكريم وأبيات الشعر، وكنا بالفعل كان معيار التنافس، يعني كنا في سباق يومي. أيوة. يعني نتبارى لكي يعجز بعضنا البعض في اللغة العربية. أيوة. فبالتالي دي كلها كانت هوايات، كنت أتمنى أن أنا أكون في هذا الأمر. ثم بعد ذلك يعني أصبح هذا الكارير، يعني لأن هو ده اللي كان بيتسق مع هواياتي ومع كتاباتي. يعني أنا كنت يعني في فترة الجامعة كنت تقريبا بعمل أبحاث في مجالات العلوم السياسية أو في مجالات معينة. فترة الجامعة وأنت لسه طالب في معهد الدراسة؟ وأنا كنت لسه طالب، يعني كنت بكتب لنفسي. حتى قبل أن أحصل على الدكتوراه. بعد ذلك حينما تخرجت من الجامعة وابتديت مرحلة الدراسات العليا، تفتحت لي أبواب أخرى، أبواب البحث العلمي. ثم بعد ذلك يعني ابتديت أن أنا أكتب بصفة غير يعني وظيفية في الأهرام، وكنت بكتب في الأخبار في ذلك الوقت، وكنت لسه حتى لم أحصل على يعني تقريبا الماجستير في ذلك الوقت. كنت بكتب في الصحف بعض المقالات أو بعض الآراء، وكانت بتحظى بتقييم بعض زملائنا أو بعض المتخصصين في هذا المجال. فبالتالي أنا أعتقد أن نهمي لقراءة التاريخ طبعا الجغرافيا كانت لا تنفصل عن التاريخ. أكيد لا تنفصل عن التاريخ. اللغة العربية بصفة عامة، اللغة العربية هي كانت بالنسبة لي يعني يعتبر هي عالمي أيضا، وما زلت طبعا أنا أشدد على أهمية اللغة العربية. وده انعكس بعد ذلك سواء في كتاباتي أو انعكس من خلال خطوات العملية، حتى في حينما يعني أسسنا كلية السياسة والاقتصاد، اشترطت في لائحة الكلية أن يكون هناك إلمام أو درجة ما من المهارة في استخدام اللغة العربية، مثلما يكون هناك مهارة في استخدام اللغة الإنجليزية، زي ما بيقولوا التويفل مثلا. أو المفكر أو المحلل السياسي لابد أن يكون على إلمام تام باللغة العربية علشان ما يكتبه وما يقرأه يكون لغة عربية سليمة. وده فعلا اللي بيحزننا في هذا الوقت، إن إحنا يعني بنلاقي الباحث ما بيعرفش يكتب لغة عربية سليمة أو يكتب جملة حتى يعني حتى من ناحية التعبير وليس من ناحية النحو الصرف.
المفكر والمحلل السياسي الأستاذ الدكتور جمال سلامة، عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس. نيجي لمفتاح التدريس الأكاديمي أو التدريس الجامعي، هل كان من ضمن أحلامك يعني وأنت طالب كده في مقاعد الدراسة كنت بتفكر إن أنت تحل محل الدكتور اللي بيدرس لك؟ كنت عايز تكون دكتور في الجامعة؟ أنا هقول لحضرتك حاجة. أنا يعني كنت بلاقي نفسي يا إما أكون كاتب يا إما أكون معلم في أي مكان، لكن على الأقل أكون معلم. لكن معلم فين؟ حتى منذ صغري، يعني منذ الصغر كنت أتخيل نفسي يا كاتب، في كاتب مؤلف، يا إما أكون معلم. وبالتالي والحمد لله يعني تحققت الأمنيات بتاعتي. الأمنيتين. أنا هقول لك حاجة، أنا كنت في مجال الدراسات العليا، في بدرس في العلوم السياسية، وبعد كده على غرار ان انت بتقولي كنت بتحلم ان انت تكون مكان الاستاذ اللي بيدرس. وبعد كده كان في حصل مشكله بين استاذه وبين احد الطلاب يعني في المحاضره، فبعد ابتدت انها تعاقب كل طلبه الدراسات العليا، وابتدت تتهكم على كل الموجود، وانت جاي تعمل ايه؟ ده انا عندي مفتاح بالنسبه للدكتوره دي، لانها كانت بتبث الروح الانهزاميه في الطلبه. نعم. في الوقت ده. فبالتالي فمن ضمن الناس فبرضه فكل واحد تقول له انت بتشتغل ايه؟ طب جاي تعمل ايه؟ تدرس ليه؟ فبتقول لي انا بتمارس نفس الاسلوب عليا. الضغط النفسي. وانت ايه اللي يخليك تدرس تعمل دراسات؟ فقلت لها يعني لعل ان انا اكون في يوم من الايام مكانك يعني. فطبعا نظرت لي نظره سخريه واشارت يعني تلفظت بقى يعني بنوع من التهكم على شيء. وتصادف طبعا احنا كلنا في هذا المجال زملاء من يعني طالما بيحصل على الدكتوراه يعني قد تكون مدرس او تكون زميل او على الاقل بتتقابل مع اساتذه كبار او كل هذه الامور. وبعد كده ان انا اتقابلت معاها بالفعل وانا يعني حصل على الأستاذية على الأستاذية كمان. فبالتالي يعني ده مش بعيد ان الواحد يعني على اساس الواحد ما يستخفش بأمنية حد او وكأنه مجرد ما شافتك كأنه درس او يحبط بالفعل. ودي انا بذكر هذه الحادثة للطلبة عندي، لطلبة الدراسات العليا بالذات. بقول لهم انتوا هتبقوا افضل مننا، وانتوا هتبقوا ممكن تتفوقوا علينا بكتير. احنا يعني انت جايز بتعتبرني ان انا متميز، لكن فيما يتوفر لي من معلومات انتوا بكره هيتوفر لكم وسائل للمعرفه وسائل للعلم افضل مننا، فهتتفوقوا علينا. الكاتب الصحفي والمفكر السياسي الدكتور جمال سلامة، مفتاح التحدي، مفتاح الإصرار، مفتاح العزيمة. هل أقدر أقول أن يعود لك الفضل في إنشاء كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس وأيضا كلية الإعلام؟ كلمني عن هذا المفتاح، مفتاح التحدي، علشان تنشئ شيء من العدم وهو كلية سياسة واقتصاد وكلية إعلام زي ما قلنا. هو طبعا يعود الفضل في هذا الأمر يعني لنظرة رئيس الجامعة السابق. يعني كان عندنا رئيس جامعة لديه تصورات، وهذا الرجل بالفعل أنا بأحييه لأنه بالفعل يعني هو شجعني كثيرا في هذا الأمر. هو يعني أنا كلفت يعني مجرد أن أنا طرحت الفكرة، لكن هو أسند إلي هذا الإشراف على تنفيذ هذه الفكرة من خلال يعني الإجراءات. والإجراءات هي كانت مهمة جدا، إن احنا ناخد موافقة إلى أن يصدر قرار جمهوري بإنشاء هذه الكلية، سواء كلية سياسة واقتصاد أو كلية إعلام. يعني في البداية اقترحت كلية سياسة واقتصاد وأسند إلي هذه الفكرة وقمت بالإشراف، وكان هناك تحديات كثيرة جدا. يعني كنا جامعة حديثة لا نملك شيء، لأنها أنشئت سنة 2013. يعني هي انفصلت، هي جامعة السويس انفصلت عن جامعة قناة السويس عام 2013. ومنذ أن يعني تم الفصل للجامعتين يعني توليت بعد كده عمادة كلية التجارة، ثم بعد ذلك أسند إليه الإشراف على تأسيس كلية سياسة واقتصاد، نتيجة أيضا بتشجيع من رئيس الجامعة السابق. وبعد كده ابتدينا ناخد الخطوات، لقينا معوقات كثيرة جدا، لقينا تحديات كثيرة جدا. كان هناك منافسة بين 8 جامعات، لأن هذه الكلية كان مخصص لمنطقة شرق الدلتا والقناة، ومنطقة شرق الدلتا والقناة بتبدأ من دمياط إلى سيناء.
فبالتالي هناك 8 محافظات و8 جامعات في هذه يعني المنطقه. ال8 جامعات في ال8 محافظات دول كلهم كانوا بيتنافسوا على انشاء تلك الكليه في الجامعه بتاعتهم. بعضهم كان بيتنافس والبعض لم يكن لديه القدره او في الحسبان او لديه النية او الاساس العلمي او يعني طاقم التدريس احنا كان عندنا طبعا، احنا كنا قسم علوم سياسيه في كليه التجاره، وكنت انا رئيس القسم ايضا، كنت عميد ورئيس القسم في نفس الوقت. وكنا ايضا لدينا قسم اقتصاد، فكان لدينا اعضاء التدريس، وكنا بندي دكتوراه وماجستير في العلوم السياسيه من سنه 96. فبالتالي الامر بالنسبه لنا هو مجرد ان احنا نستقل وبهذه الاقسام تحول الى كليه. لكن حينما ذهبنا الى المجلس الاعلى للجامعات طلب منا طبعا طلبات مهمه وطلبات كثيره، ان احنا ننشئ مبنى، وان احنا نعين ايضا بعض اعضاء التدريس جدد وكل هذه الامور. وبالتالي كان بالمثابره وكان ايضا بدعم من الجامعة إلى أن صدر قرار جمهوري بإنشاء الكلية. ثم بعد ذلك كلفت أيضا بالإشراف على إنشاء كلية الإعلام في جامعة السويس، وكليتين يعني انشئوا واشتغلوا واستقبلوا طلاب، يعني احنا لابد ان يعلم الجميع بقى ان حضرتك صاحب الفضل في تاسيس هاتين الكليتين. الفضل لله سبحانه وتعالى، وزملائي طبعا زملائي اللي تعاونوا معايا، والجامعه لكن حملت على عاتقك والجامعه اللي هي دعمتني بكل الامكانيات في ذلك الوقت يعني. ومن ساعتها بقى حضرتك كنت اول عميد لكليه سياسه واقتصاد جامعه السويس. انا كنت اول عميد لكليه سياسه واقتصاد جامعه السويس، وكنت اول عميد لكليه التجاره، عميد منتخب، لان في الفتره دي كان العماده قبليه كان العماده بالتعيين، ثم بعد ذلك جاءت انتخابات وكنت اول عميد منتخب. وكان من سنه 2014 ل 2016. ما كملتش طبعا، قعدت يا دوبك اخر 2016. يعني نهايه فتره العماده كانت بتبقى 3 سنوات، يعني قضيت 3 سنوات، ثم بعد ذلك انتقلت منذ بدايه 2017 الى كليه السياسه والاقتصاد. الكاتب الصحفي ومفكر ومحلل السياسي الأستاذ الدكتور جمال سلامة. نيجي لمفتاح إنساني شوية، هو مفتاح الإبداع. حضرتك قلت ان انت بتحب اللغه العربيه منذ نعومه اظافرك، والقراءه دي كانت جزء لا يتجزأ من شخصيتك، ونهلت من روافد كتير ومن قراءاتك في مجالات كتير. القراءات دي كلها والروافد دي كلها أثمرت حبك لمجال الشعر. طبعا مجال الشعر هو جانب خفي لا يعلمه الكثيرون عن شخصية الأستاذ الدكتور جمال سلامة، خصوصا ان تخصص حضرتك واهتماماتك ودراستك وتدريسك الأكاديمي في الجامعة كله في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية. كلمني عن تلك الموهبة المدفونة، موهبة الشعر، وعايز أعرف الشعر اللي بتكتبه هل هو بالفصحى أم بالعامية؟ كلمني الموهبة دي بدأت معاك. هو أنا ما بعتبرش نفسي طبعا شاعر، لكن يعني في بعض الأحيان ليا محاولات شعرية، تجارب شعرية في الكتابة. النتيجة أيضا قد يكون لقراءاتي الكثيرة، سواء قراءاتي في مجال الأدب، في مجال الأدب، التاريخ أيضا، وقراءاتي أيضا في مجال الشعر، لأن أنا قارئ جيد للشعر، وهذا بالفعل أنا يعني معجب طبعا أو قارئ نهم لكثير من الشعراء، سواء شعراء الجاهلية أو شعراء العصور الإسلامية أو كمان من أول شعراء الجاهلية يا دكتور جمال. قريت لمين مثلا كنت بتحب تقرا؟ يعني مثلا امرؤ القيس، امرؤ القيس، زهير بن أبي سلمى، الله. ثم بعد ذلك كعب بن زهير اللي هو يعني حصل بين الجاهلية والإسلام، وقصيدته الشهيرة البردة اللي هي أو ما تعرف بقصيدة بنت سعاد، لأنها أيضا بعد فرزدق وجرير طبعا يعني الشعر الهجاء بقى والمدح والهجاء، الفرزدق وجرير وكل هذه الأشعار، لأن احنا كنا بنتعرض في دراستنا في الثانوي وفي إعدادي لهؤلاء. فبالتالي كان من الطبيعي ان احنا نتوسع وان احنا نحاول ان احنا نجيب يعني طبعا ما كانش الوسائل متاحه بهذا الزخم. الوقت اللي تقدر تخش على الانترنت تلاقي كل الشعر اللي انت عاوزاه، كل الشعراء قصائدهم معلنه، لكن ان احنا كنا ننزل نشتري من سور الاسبكيه او من بعض الكتب القديمه، نشتري بعض كتب، وساعتها بقى كأنك حصلت على كنز لما تلاقي كتاب يعني من الكتب الشعريه القديمه. بالنسبه كان خير صديق. يعني انا من جيل يعني في فترة ما اعرفش الفترة دي مش موجودة، ان كانت امهاتنا تقول لك قوم نام بقى، كفاية قراية، قوم نام. فطبعا ما فيش حاجة النهارده، العكس، كفاية موبايل، كفاية موبايل، كفاية نت، كفاية بلاي ستيشن، حاجة زي كده. انما طبعا كان هذا الفترة دي. بعد كده يمكن في العصور
الإسلامية، المتنبي، أبو فراس، كل هذه الأشعار يعني كل هؤلاء أثروا طبعا. والشعراء المعاصرين، الشعراء المعاصرين طبعا شوقي، حافظ إبراهيم، خليل مطران. الأحدث بقى طبعا أمل دنكد، يعني هو آخر قراءات اللي كان يعني أمل دنكد. بعد ذلك يعني كل دول اطلعت على أشعارهم ونهلت منهم. نعم. نوعية الشعر اللي حضرتك بتكتبه أو الخواطر الشعرية هي شعر عمودي، شعر منتظم، شعر منتظم يعني أنا لا يستهويني كثيرا الشعر الحديث، يعني لكن أنا بعتبر أن الشعر الحديث هو أقرب إلى الأغنية أو أقرب إلى الزجل، لكنه يعني لا يشدني الشعر الحديث. المفكر والمحلل السياسي الأستاذ الدكتور جمال سلامة، نيجي المفتاح الصداقة. عايزة أعرف كيف ترى الصداقة بعيون الدكتور جمال سلامة. من هو الصديق بالنسبة لحضرتك، وهل في صداقات مستمرة في حياة حضرتك دلوقتي من مقاعد الدراسة؟ طبعا الصداقة أنا بعتبرها هي طاقة روحية وقيمة عملية، يعني في نفس الوقت احنا بنتكلم على طاقة معنوية وقيمة عملية بتجمع بين الاثنين. يعني لا نستطيع أن نتحدث عن الصداقة بمعنى أنها هي مجرد وجدان فقط، لكن الصديق أيضا هو عقل. الصديق حينما تحترم الصديق بتحترم عقل الصديق. طبعا لدي أصدقاء منذ فترة ابتدائي حتى يومنا هذا، ومستمرين معك لغاية النهارده. مستمرين وبنتقابل وبنتزاور. هل الطلبة بتوع حضرتك في الجامعة اللي بتدرس لهم ممكن يطلع منهم صديق؟ هل تصادق الطلبة؟ أنا بحاول أكون صديق، وبحاول أكون صديق للطلبة، وبحاول أعاملهم بمنطق الصداقة، لكن أتمنى أيضا أن هم يعني ينظروا أو يتعاملوا معي بهذا بتبادلهم النصح والإرشاد. بالطبع. لكن طبعا هي بلغة الصديق الصداقة بتختلف، يعني يمكن أن نتحدث عن صداقة الأب لابنه طبعا، يعني أشبه بهذه الدرجة من الصداقة، لكن أيضا الصداقة هي درجات كثيرة جدا. هناك صداقة العقل، يعني أنا كنت في السابق أو مش في السابق، يعني حتى وأنا في سن الشباب كان معظم أصدقاء العقل كلهم كانوا يكبرونني سنا، يعني كنت مثلا في الثلاثينات أو في العشرينات، ولدي أصدقاء في السبعينات. هل ده بيكون أثره على شخصية الواحد إيه؟ بيثقل شخصيته أكتر، بيخليه أكثر عمقا، أكثر رؤية مختلفة للأمور الحياتية؟ بالطبع، يعني بتشعر فيها بالفعل بخبرة الزمن، بتشعر يعني هناك أشخاص يعني كنت أتمنى وكنت أقرأ لهم وكنت أتمنى أن أكون مقربا إليهم، ثم أتيحت لي الفرصة بعد ذلك حينما يعني بدأت في مرحلة الدراسات العليا ومرحلة البحث العلمي أن أنا أتقرب من هؤلاء وأصبحوا أصدقاء لي. فبالتالي أنا أعتقد يعني أن أنا كنت محظوظ، لأني استفدت من خبراتهم واستفدت من نصحهم واستفدت من تجاربهم، يعني التعرف على قرب. وبعد ذلك تحولت هذه العلاقة إلى علاقة صداقة فعلية، وأصبحنا نتزاور وأصبحنا نلتقي في مناسبات اجتماعية. الأستاذ الدكتور جمال سلامة، المفكر والمحلل السياسي، نيجي لأهم مفتاح بيبرق في سلسلة مفاتيح حضرتك، هو مفتاح النجاح. هل حضرتك بتعتقد أن حصولك على جائزة الدولة التشجيعية مؤخرا، هل ده يعتبر قمة النجاح، قمة ما وصلت إليه من نجاح في خلال مشوارك الأكاديمي والمهني؟ يعني أنا بعتبر أن هذا شيء جيد وشيء طبعا أنا سعيد بحصولي على هذه، لكن يعني قمة النجاح أن أنا أكون يعني راضي عن نفسي واللي حواليا راضين عني. طبعا أنا بتمنى أن أنا أكون لدي الكثير مما أعطيه في مجالي العملي أو مجالي الأكاديمي أو حتى في المجال الاجتماعي. فبالتالي أنا بعتبره يعني هي مرحلة من مراحل النجاح، لكنها ليست قمة النجاح. الحصول على جائزة، وحصولك على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية، نعم، كان بترشيح من الجامعة ولا من وزارة الثقافة؟ لا، هو المجلس الأعلى للثقافة. لا، هو مش من المجلس الأعلى للثقافة، هو لأن أنا حصلت عليها مش من ترشيح من الجامعة، من المجلس، تقدمت مباشرة إلى المجلس الأعلى للثقافة. واقع الجائزة دي إيه على حضرتك؟
طبعا هو واقع سعيد، لان انا ما كنتش متوقع او ما كنتش منتظر هذه الجائزه. يعني هو كان هناك افرع معينه وزاره الثقافه بتعلن عن التقدم باعمال معينه تتناسب مع الفرع اللي هو المتاح او المعلن عنه، فتقدمت بعمل كان موضوع عن حقوق الانسان والمواطنه، وتقدمت بكتاب احد مؤلفاتي لهذه الجائزه. وفوجئت طبعا الاجراءات بتبقى معقده جدا واجراءات طويله وبيخضع لتحكيم ثم تصويت وكل هذه الامور. الامر ده بيستغرق اكثر من سنه. ثم ذلك يعني انا نفسي نسيت ان انا قدمت للجائزه، يعني فعلا انا نسيت ان انا مقدم للجائزه، لدرجه ان هم في وزاره الثقافه لما بيتصلوا بيا كنت في مكتبي في الجامعه وقالوا لي مبروك واحنا عاوزين نستوفي بعض البيانات. قلت لهم مبروك على ايه؟ قالوا لي ده في حصلت على حصلت على الجائزه وطبعا فكنت طبعا سعيد، لان تكون ان انت مش متوقعه او مش منتظره حصولك على جائزه ثم بعد ذلك بتفاجئ بهذا الخبر، ده بيكون واقعه اكثر سعاده او اكثر فرح بالتأكيد. من ان انت تكون قاعد منتظر امتى بقى هيعلنوا عن الجائزه او كل هذه الامور. بالتأكيد. الأستاذ الدكتور جمال سلامة المفكر والمحلل السياسي، نيجي مفتاح الحظ. هل حضرتك بتعتقد ان الجيل اليومين دول منهم الطلبة اللي في الجامعة اللي حضرتك بتدرسهم هو جيل محظوظ، جيل أكثر حظا من الجيل اللي حضرتك بتنتمي ليه؟ لأن حضرتك عشان تحصل على المعلومة زمان كنت بتسعى زي ما حضرتك بتقول وبتروح وتشتري الكتب بنفسك وتدور، ويعني كان في رحلة من البحث للحصول على المعلومة. لكن جيل هذه الأيام هو جيل محظوظ لأنه ممكن بيدوس على الزرار خلاص المعلومات كلها بتبقى متوفرة قدامه عن طريق النت، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي مفتاح الحظ كان مفقود في الجيل اللي حضرتك تنتمي ليه، لكنه في الجيل الحالي هو مفتاح متوفر. هو الحظ هي مسألة نسبية أيضا، يعني قد يكون محظوظا في شيء وليس محظوظا، قد يكون جيلنا أكثر حظا في شيء، لأننا بالفعل كنا جيل بيستطيع أن يحصل على المعلومة من مصادر حقيقية. نحن الآن أمام يعني هذا الكم الهائل من المعلومات المفيد والضار منها والزائف والحقيقي منها. بيحدث نوع من التشوش لدى من يعني يدخل على صفحات الانترنت، ولا سيما ايضا العالم الافتراضي، الفيسبوك وكل هذه الامور التي يعني بتعطي انطباعات سريعه عن الاشياء ولا تدخل في جوهر الاشياء، لا تتعمق في الاشياء. فبالتالي يعني في بعض الاحيان قد تكون الاراء سطحيه جدا، قد تكون المعلومه سطحيه او قد لا تكون حقيقيه، لكن مجرد ان تنسب الى صفحه او احدى الصفحات بتعامل على انها حقيقه. فبالتالي انا اعتبر نفسي يعني من جيل اكثر حظا. يعني حضرتك لغايه دلوقتي بتعتبر ان المعلومه المقروءه او الموثقه في كتاب هي معلومه اكثر مصداقيه من المعلومه الالكترونيه. نعم. يعني في بعض الاحيان يعني الجيل هذا الجيل ما بيستغلش هذه الثوره التكنولوجيه استغلال صحيح. احنا المشكله ان احنا كنا نحصل على الكتاب ده يا اما كنت اروح مكتبه اقراه، يا اما اروح سور الازبكيه اقعد ادور عليه، يا اما اروح اقعد احوش عشان اشتري، لو لقيته كتاب غالي اشتريه. وبعد كده اما جينا في مرحله ثانيه بقى في مرحله العشرينات وبعد كده كبرنا شويه، كنت ابعت اشتري من امريكا بره كمان عن طريق ده بقى. انت بتروح الشركات معينه بتلاقي امهات الكتب، حتى الكتب القديمه جدا، يعني ممكن تشتري كتاب صادر في القرن 19 كتاب طبعته الاصليه القديمه، عندهم سوق تشتري اي كتب قديمه حديثه كل هذه الامور، وبيكلفك طبعا مبالغ كبيره عشان يوصل بالبريد السريع وكل هذه الامور. بس بص حضرتك بتحكي كده يعني قيمه الحصول على الكتاب بيسبب لك سعاده يعني. واحنا كنا طبعا كنت ابعت عشان اخد قرار او بعض الوثائق من مركز اعلام الامم المتحده، ابعت لمركز الاعلام الامم المتحده في جنيف او في نيويورك، وبعت لي مستندات دي كانت مجانيه، كانوا بيبعتها لنا مجانيه للباحثين. فكل هذه الامور اصبحت متاحه عبر الانترنت. لماذا لا يستغل الشباب ان دي كتب الوقت متاحه وموجوده، يعمل لها تحميل عن طريق الانترنت ويحصل على المعلومه بطريقه يعني تأصيليه، وليس بهذه الطريقه السطحيه التي منشوره على الانترنت.
الأستاذ الدكتور جمال سلامة المفكر والمحلل السياسي، مفتاح الصبر. مفتاح الصبر لقيناه في سلسلة مفاتيحك باعتبارك حضرتك عضو المجلس الاستشاري لضمان جودة التعليم بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم. كلمني بقى عن التعليم في مصر، ماذا ينقصه؟ يعني هل ينقصه الصبر لكي يعني نحاول بقى نعمل منظومة تعليمية جديدة؟ هل العيب في المعلم ولا العيب في المناهج ولا العيب في طريقة التلقين المعتمدة، طريقة التدريس المعتمدة على التلقين؟ يعني كثير ينقص التعليم اشياء كثيره جدا، ينقصها ايضا تحديث المناهج، ده شيء مفروغ منه، ينقصها ايضا خلق هويه او على الاقل الثبات على هويه تعليميه. المشكله ان احنا بنخضع لعمليات تجريبيه، نيجي النهارده نقول الجامعه بنعمل جامعه يابانيه، مره جامعه روسيه، جامعه امريكيه، جامعه بريطانيه، كل هذه الامور بتؤثر. انا هقول لك حاجه، يعني هذا التنوع ايجابي ولا سلبي؟ لا، في بعض الاحيان سلبي، لان اذا لم يكن لك هويه علميه او هويه تعليميه فبالتالي ده امر سلبي وليس امرا ايجابيا. يعني حضرتك شايف ان كل ده يمر في مرحله التجريب؟ احنا طبعا بنجرب. طبعا احنا كده بنجرب، يعني احنا بالتالي بناخذ، لا يمكن ان نجرب على العقول، يجب ان يكون هناك خطه للتعليم، تخطيط لمساله التعليم. من الاشياء المحزنه جدا والاشياء اللي هي يعني تكاد المرء بالفعل يعني يحتار فيها، فكره ان انت بتعلم الطفل اللي هو عنده 4 5 سنين لغه غير اللغه العربيه، يجي بعد كده اللغه هي شخصيه وكرامه الفرد، كرامه المواطن وكرامه المرء وكرامه التلميذ هي اللغه. اذا لم يكن الشخص مهتم باللغه، فبالتالي بنلاقي معظم الناس بتتكلم لغه مكسره اكنهم يعني على راي عايشين بره. ده هو مش فاهم. يعني انت هنا علمته فعلا اللغه، لغه وطنه. الناس بتحيي لغه ميته، اللغه العبريه، لغه ماتت من الاف السنين، ثم بعد ذلك بنجد انها بتحيا وبتنشأ على أنقاض هذا الإحياء دولة معينة. نحن بنميت لغة حية، لغة القرآن. فبالتالي أنا ممكن أتكلم بلسان الغير وأقول لك البعض بيقول إن إحنا بنعلمهم لغات أخرى زيادة ثقافة، زيادة لا مش في مرحلة الابتدائي خالص. يعني دي هناك دول، يعني في اليابان أو في بعض الدول استحالة تلاقي دولة زي اليابان أو زي ألمانيا بتعلم طفل في ابتدائي لغة أخرى في مرحلة الابتدائي، أو طفل في كي جي ولا ما قبل الابتدائي حتى، بيعتبروها انها نوع من طبعا تدمير للعقل. احنا هنا بنعتبرها نوع من التميز، وبعد كده وبنتباهى وبنخاطب ابنائنا في البيت باللغه الانجليزيه، وفي المطاعم نكلمهم يعني باللغه الانجليزيه. حضرتك طبعا من انصار ان طبعا اللغه العربيه تفضل ملازمه للطفل الطالب من مرحله في طوال المرحله الابتدائيه، ويبدا يتعلم لغه اجنبيه اخرى بعد الابتدائيه. بعد الابتدائيه. فبالتالي انا اعتقد ان من الخطا الكبير بالفعل ان نشوه يعني الفكر وعقل الطالب او التلميذ بلغه ثانيه وهو لم يتمكن بعد من اللغه الاولى. الأستاذ الدكتور جمال سلامة المفكر والمحلل السياسي، نيجي المفتاح أكثر خصوصية، هو مفتاح القلب. من يمتلك قلب الدكتور جمال سلامة؟ ما زالت هي أمي التي تمتلك قلبي حتى يومنا، برغم الفراق وبرغم تلك السنين، لكن ما زالت أمي هي التي تمتلك قلبي بما أثرت فيه وبما شكلت وجداني وبما يعني أفاضت علي من فيوضات روحانية وربانية وإيمانية. كل هذه الأمور أنا أدين بالفضل، وما زلت أسير لأمي وهي التي تملك قلبي حتى يومنا. واضح ان مكانتها كانت كبيره وعزيزه وغاليه قوي عند حضرتك. نعم بالفعل، هي امراه، يعني انا طبعا كل واحد عنده امه يعني هي دنيته، لكن بالفعل انا كنت ملتصق بها، يعني اكاد لا انفصل عنها تماما. حتى بعدما تزوجت، حتى بعدما انفصلت في منزل اخر، كل هذه الامور كان لازم ان انا اعدي عليها مرتين في اليوم، مرة صباحا ومرة مساء. وبرغم انها بالفعل هي كانت ليست في حاجة الي لانها كانت ميسورة ولديها كل هذه الامور، لكن انا الذي كنت في حاجة اليها. فبالتالي انا اعتقد انها ما زالت تملك قلبي حتى يومنا هذا. ودور الزوجة في حياتك ايه يا دكتور؟
الزوجة هي السند، وهي أيضا هي تملك قلبي لكن من زاوية أخرى، لكن هي تعلم بالفعل مدى مقدار حبي لأمي. أعتقد يعني كل إهداءاتي للكتب التي يعني كتبتها وألفتها كانت لأمي، فحتى البعض كان يحاول أن يثير غيرتها، يقول لا يعني مش معقول ولا كتاب أهداء ليكي. فهي طبعا هي عارفة تقول أنا أعلم مدى حبه لها، فبالتالي أنا لا يجب أن أتدخل في هذه العلاقة بينه وبينه. فبالتالي هي يعني أنا بأحييها طبعا على مثابرتها معايا وعلى جهدها معايا، لكن طبعا ليس بعد حب الأم حب، وليس بعد عطاء الأم عطاء. طبعا. وكلمنا عن أولادك يا دكتور. طبعا أنا عندي عليا وعندي مريم وعندي عدنان وعندي عمر، فكلهم كل واحد طبعا ليه شخصية مختلفة. إمبراطورية عين. كل واحد ليه شخصية مختلفة عن الآخر، يعني كما يعني إحنا في ظل يعني كل واحد طبعا بيتعرض لتأثيرات، سواء كانت تأثيرات تعليمية أو الأصدقاء أو كل هذه الأمور، فكل واحد ليه شخصية مستقلة تكاد تكون مختلفة عن الآخر. لكن يعني أقربهم في حب العلم اللي هي كانت مريم، هي الأصغر، هي يعتبر هي يعني القريبة بالنسبة لي، يعني لديها التطلعات علمية، لكن فيما عدا ذلك هم لديهم مثل الشباب يعني مريم هي الأقرب لشخصية الوالد لشخصيتك. أعتقد هذا. الأستاذ الدكتور جمال سلامة، الكاتب والمفكر والمحلل السياسي. نيجي لمفتاح السعادة. هل مفتاح السعادة في حياة حضرتك أو في سلسلة مفاتيحك هو مفتاح مفقود؟ أين تجد سعادتك؟ سعادتك في إيه؟ سعادتي في القراءة وسعادتي في الكتابة. يعني هذه قمة السعادة حينما أنجز عمل. يعني طبعا أنا هقول لحضرتك أجواء إن أنا بكتب فيها، في أجواء إن أنا بكتب فيها بكون في قمة الاضطراب، يعني قد أبدو عصبيا، قد أبدو شاردا في بعض حينما يعني أكون يعني حتى الزوجة بتكون ساعتها بتضحك مع الأولاد، تقول لهم أبوكوا نازل عليه الوحي، أبوكوا نازل عليه الإلهام فسيبوه. يعني فبالتالي ليك طقوس معينة يا دكتور؟ هل في صومعة بتقعد فيها مكان معين وأوقات معينة؟ لا، يعني ممكن أقوم من النوم أكتب. يعني أنا ساعات بحط لغاية حتى يومنا دي عادتي كده، إن أنا حاطط ورق جنبي في الكومودينو أو على كذا وحاطط قلم. ممكن يعني بيبقى الكل نايم ونايمين جنبي، وأروح قايم وفاتح الأباجورة وأقعد أكتب فكرة معينة. المدام عندها حق بقى في وحي فعلا. ممكن أكتب سطر أو سطرين بس، لكن بعد كده أما بصحى بقى السطر أو سطرين ده بيفكرني بحاجات، يعني فكرة جات لي، فالفكرة دي لازم إن أنا أسجلها. فممكن أكتب حتى على ورقة مناديل أو علبة مناديل أو علبة دواء، حاجة زي كده. ده حال كل المبدعين. محمد عبد الله كان بيكتب على علب الكبريت، علبة السجاير. بالظبط كده. فالواحد يعني انا بجد متعتي وبجد السعاده في الكتابه، وبجد السعاده طبعا في القراءه، فدي طبعا حاجه. وبعد كده بقى بجد السعاده في رضا النفس حينما اكون يعني اعمل عمل مفيد، عمل نافع للاخر، فده بيغمرني بمزيد من السعاده. فبالتالي ايضا السعاده هي مقاييس نسبية ودرجات نسبية. السعادة الأكبر طبعا حينما يعني أشعر أن الحق سبحانه وتعالى رضى. نتمنى بالفعل أن يكون ما نفعله هو يعني يلقى رضا الرب أو رضا الرحمن سبحانه وتعالى. ونعم بالله. الأستاذ الدكتور جمال سلامة، الكاتب والمفكر والمحلل السياسي. آخر مفتاح معانا ولقيناه في سلسلة مفاتيحك هو مفتاح الحلم. نعم. هل حقق الدكتور جمال سلامة كل أحلامه على أرض الواقع، أم ما زال يعني لديه المزيد لتحقيقه في القادم من الأيام؟ على المستوى المادي أو المستوى الاجتماعي أو المستوى الأكاديمي، أنا يعني معظم ما كنت أتمناه وجدته، والحق سبحانه وتعالى يعني أكرمني بما أكثر مما أستحقه. لكن على المستوى الآخر، مستوى السعادة التي يتمناها كل إنسان، هي رضا الحق سبحانه وتعالى. أتمنى بالفعل، أنا أحلم أن أكون أكثر تقوى وأكثر صلاحا وأكثر إيمانا وأكثر عملا نافعا لي ولأبنائي ولمجتمعي
فدي بالتالي ده اتمنى ايضا ان اكون اكثر معطاء بالنسبه لزملائي وتلامذتي في الجامعه. كل هذه الامور دي احلامي اللي لسه بتمنى او بسعى او بحاول ان انا اجتهد، احاول ان اكون افضل، احاول اكون لكن احلامك بالنسبه لمصر، يعني احنا شايفين في الفتره الاخيره كل المشروعات القوميه اللي بتقام وتحقق على ارض مصر كانت مجرد احلام. نعم. شايفها ازاي بعيون الكاتب والمفكر السياسي الدكتور جمال سلامه؟ بالطبع نحن في فتره في طفره، يعني نحن على الاقل نحن انقذنا الدوله المصريه من الانهيار. يعني كان بالفعل البعض يأس والبعض قنط، وأنا كنت أراهن على أن بالفعل هذا الشعب لن يستكين، هذا الشعب بالفعل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعني تقوض دعائم الدولة بهذه الصورة التي كان يتوقع أو كان يخطط أو يرسم لها البعض. أنا بأحيي طبعا قواتنا المسلحة وأحيي الرئيس الذي بالفعل قاد هذه الفترة وعبر بمصر بهذه الفترة بنوع من المهارة ونوع أيضا من الصبر حتى تجتاز مصر هذه الفترة العصيبة. يعني في فترة كان العالم كله يتربص بنا، كان هناك كم من الضغوط وكم من المؤامرات وكم من ضغوط الداخل وضغوط الخارج، واستطاعت مصر بالفعل أن تنجو بأبنائها من رجال القوات المسلحة إلى أن يعني إلى بر نتمنى بالفعل أن يكون بر أمان، وأن يكون نحقق مزيد من الإنجازات ليتبوأ هذا الشعب المكانة التي يستحقها. بهذه الكلمات المتفائلة الشاملة لوصف حال مصر في الفترة الأخيرة بعيون الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جمال سلامة، وصلنا معاك لنهاية حلقتنا ونهاية حوارنا. سلسلة مفاتيح حضرتك كانت سرية، حاولنا بقدر الإمكان إن احنا نتطرق إلى نقاط خفية مش معلومة عن الدكتور جمال سلامة اللي كل المشاهدين متعودين إن هم يشوفوه بيتكلم في الشؤون السياسية والاقتصادية. الدكتور جمال سلامة نورتنا ونورتنا. أهلا بحضرتك، أنا بشكرك وبشكر المشاهدين إنه يستحملونا في هذا المشوار أو هذه السلسلة. نشكرك. مشاهدينا، وبكده وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا. انتظرونا في حلقات أخرى قادمة مع ضيف جديد وبرنامجكم سلسلة مفاتيح.